عايز نساهم بشكل او حتى لو كانت بنسبه بسيطه جدا في ان احنا نتقدم لقدام ونعمل تشجيع للسياحه مره ثانيه من خلال البطولات اللي جايه. فكرتوا بده بالفعل؟ هو بدون شك يمكن كانت الفترة اللي فاتت كان المفروض عندنا الثلاث بطولات دولت بيعتبروا 3 بطولات دولية، وكان بيبقى العدد اللي بيشارك فيها من الدول العربية والدول الأجنبية كان عدد كبير. يعني السنة اللي فاتت أنا كان عندنا في بطولة سينا كانت في شهر 4 كانت من 20 ل 30 4 السنة اللي فاتت. شارك عندي كان 100 لاعب بيمثلوا 21 دولة. كان المخطط ان هي تتم في نفس التوقيت السنه دي، ولكن نظرا للظروف اللي كانت بتمر بيها مصر والحاله الامنيه اللي كانت موجوده والانسحاب الرعاه اللي كانوا موجودين، لان الجوائز البطوله كانت جوائزها كبيره 72,000 دولار. فيمكن احنا عملنا البطوله محليه، وبالرغم من كده في 3 لعيبه شاركوا، في لعيب من قطر وفي 2 لعيبه من مصر. وكان كل العرب وكل اللاعبين الاجانب كانوا عايزين يشاركوا. يمكن طب ليه ما اخرتوش البطوله شويه يا فندم عن ميعادها بحيث ان هي الموضوع يستقر في مصر؟ والله هو انا هقول لحضرتك على حاجه، يمكن هي برضو حته ان انا اجيب لعيبه يشارك. مثلا عندي 100 لعيب ويبقى في عمليه صعوبه في ان انا امنهم او اي شيء، فدي كانت ممكن انها تاثر على موقف الاتحاد وتاثر على التنظيمات بتاعه البطولات الدوليه اللي الاتحاد بينفذها. فده طبعا كانت هتبقى مخاطره او مغامره. فاحنا اصرنا ان احنا نخلي البطوله السنه دي تبقى بطوله محليه، واحنا عندنا ان شاء الله المخطط في عندنا بطوله اسيا للشباب هتقام هتقام في مصر ان شاء الله. كان متخطط لها شهر 12 السنه دي، ولكن نتيجه للدوره العربيه للالعاب الرياضيه هتقام في قطر. حددوا التوقيت من 9 ل 23 12. فاحنا اضطرينا نأجل البطوله بتاعت اسيا للشباب ل 1/2 من 1 ل 10/2 2012. البطوله دي بيشارك فيها كل الدول الاسيويه، كل اعضاء الاتحاد الاسيوي بيشاركوا في البطوله دي. بذلتوا مجهود الحقيقه كتير، احنا كنا بنتابع معاكم، بذلتوا مجهود كبير في ان تحصلوا على تنظيم هذه البطوله. تمام. دكتور احمد مش هتعلق النهارده، لا احنا هنتحاور. تمام. دايما بيبقى في مخطط لبطولات قادمه في الفتره اللي جايه، بيبقى في مخطط حتى لو كانت محليه، خصوصا بعد الظروف اللي مرينا بيها، عشان نحافظ على مجموعه اللاعبين واللاعبات اللي يمكن كان في بعض اللقطات ليهم بتظهر يحافظوا على مستواهم، لان طبعا بسم الله ما شاء الله بيحققوا انجازات في البطولات المختلفه. ايه المخطط للمجموعه دي المختلفه من اللاعبين واللاعبات؟ انا كنت عايز قبل ما اجاوب على السؤال ده كابتن وائل، كان في حته انت سالت فيها سياده اللواء احمد. هو كان في حرص من المجلس بالكامل برئاسه سياده اللواء احمد ان احنا ننظم بطوله سينا اللي فاتت دي في ابريل، عشان نحافظ على ان احنا نشارك الشعب المصري وقواته المسلحه الحقيقه باعياد سيناء. وبالاضافه ان كان في تصميم ان احنا نبعت رساله لكل البلاد العربيه والاجنبيه ان مصر بدا يعود اليها الامن الحقيقه بشكل كويس. فكانت رساله الحقيقه قويه من الاتحاد المصري للبولينج بتقول ان احنا قادرين على تنظيم مثل هذه البطوله وبحجمها. هي نعم محليه، ويمكن زي ما سياده اللواء احمد قال ان في بعض اللاعبين العرب حرصوا ان هم يجوا ويشاركونا البطوله، لكن كانت رساله كويسه جدا عشان ندعم السياحه في الفتره اللي جايه. ويمكن كان قبل اللقاء حاولت مع سياده اللواء احمد وانا بناشده على الهواء بقى معلش ان احنا نحاول نعمل حاجه في شرم الشيخ او الغردقه برضه. دي اللي احنا بنقولها السياحه. سياده اللواء بصراحه ده بيدبسنا. والله هو ما فيش مشكله. هي عمليه الوقت. عارف الفتره اللي جايه هي مشكلتها فتره امتحانات. اللعيبه اللي عندنا معظمهم في الجامعه او في المدارس بالنسبه لي، وخصوصا ان في الفتره دي في شويه لخبطه حتى في مواعيد الامتحانات اكيد والمذاكره والحضور. فهي طبعا دي هتبقى في لخبطه، ولكن يعني احنا في عندنا البطولات ما بتوقفش. في عندنا كاس مصر ان شاء الله هتكون في شهر 6. في عندنا في اطار الاعداد لبطوله الشباب، بطوله اسيا للشباب اللي تقام هنا. في عندنا هيبقى في معسكر وحضور بطوله المدارس في تايلاند ان شاء الله. دي هتكون في اعتبارا من 28/6 لغايه 18/7. بطولة المدارس دي بطولة يعني خاصة دي المدارس دي بتاعت اسيا، هم اللي بيطلع منها ابطال العالم. مدارس ايه؟ مدرسة البولينج ولا مدارس البولينج؟ هي دي حضرتك في بعض الدول
لعبه البولينج دي هو ما عندهمش كوره يعني في تايلاند، فبيسموها دي مدرسه البولينج، ولكن بنسمع عن ابطال بولينج. نفس القصه بالنسبه لماليزيا، نفس القصه بالنسبه لاندونيسيا. فرياضه البولينج دي ليها مدارس مخصوصه. جميل. فطبعا يعني احنا هنشارك في بطوله اسيا المدارس ان شاء الله في تايلاند في شهر 7، وهيبقى فيه قبليها اسبوع معسكر للاعبين هناك برضو في تايلاند، واسبوع بعديها ان شاء الله بعد كده هناخد اللعيبه دي هنطلع بيهم على بطوله اندونيسيا المفتوحه للبولينج. بعد كده هنرجع هندخل في الخطه الجديده نكمل خطه الاعداد علشان نشارك في الدوره العربيه. جميل. فريق من الرجال وفريق من السيدات ان شاء الله، دي في شهر 12 في قطر. وبنفس الوقت برضو هيبقى في استمرار الاعداد لبطوله اسيا للشباب. اجندته مليئه فعلا، يعني البروجرام اللي حضرتك بتقوله ده فيه بطولات كتير. هي مشكله البولينج ان هي بطولاته يمكن في كل شهر في بطولتين على سواء الاجنده الدوليه او اجنده الاتحاد الاسيوي او اجنده الاتحاد المصري. هنبص نلاقي ان العمليه بتبقى زحمه جدا. يمكن دي برضو بتسبب عبء مادي بالنسبه للاتحاد، لان البطولات بتبقى ورا بعضيها. نبص نلاقي مثلا بطوله الكويت وراها ب3 4 ايام، بطوله السعوديه وراها مش عارف بيومين 3، بطوله البحرين. ويمكن اللعيبه اللي موجودين في العالم موجودين في اسيا بتبقى القصه دي عجباهم جدا، لان هو بيجي من بلده بيدخل مثلا على بطوله البحرين، يطلع منها من البحرين على الكويت، يطلع من الكويت على السعوديه. يعني فبتبقى جوله كلها ليه بالنسبه له في منطقه الشرق الاوسط. بعد كده بيطلع بقى على البطولات بتاعت اوروبا بتاعت ده انا اللي هتفضل. ده عايز اقول حاجه طبعا اكيد، بس انا عايز اقول لك على حاجه. على الرغم من انك معلق ممتاز على رياضات البولينج ودايما بتعلق عليها كويس ومحدش بيعرف ياخد منك الميكروفون الا ايه السؤال اللي سالته لك بشكل غير مباشر. سياده اللواء احمد نصر اخد منك الميكروفون طبعا وسرق منك الكاميرا وجاوب على السؤال وباستفاضه شديده جدا. لا هو عايز، هو بقاله فتره حرام عايز ان هو ياخد المايك. لا هي الفكره زي ما يمكن سياسه الاتحاد حريص على انها توفر الاحتكاك للاعبين. هي مش كثره بطولات ان احنا بنشارك في اي بطوله، لا يمكن في خطه عندنا في الاتحاد محطوطه ان احنا بنرصد البطولات اللي هي المدرجه على الاجنده الدوليه سواء الاتحاد الاسيوي او الاتحاد الدولي، عشان ده بيأثر على تصنيف اللاعبين عندنا في الاتحاد. فبنحاول نوفر الاحتكاك، وكان نتاج ده ان احنا حققنا بعض الميداليات في البطوله العربيه الاخيره الحقيقه. ويمكن يعني سياده اللواء احمد من ساعه ما تولى رئاسه الاتحاد حريص ان احنا يبقى في احتكاك مع البلاد العربيه، والبطولات بيوفر الامكانيات كامله للاعبين من كور، من ادوات، من يمكن احنا في الفتره الاخيره جبنا مدربه فلبينيه بتشرف على المنتخبات الوطنيه. فيعني الحمد لله بقى عندنا امكانيات غير عاديه، سواء امكانيات ماديه او امكانيات بشريه بنوفرها. الامكانيات دي متوفره في كل محافظات مصر يا فندم، ولا في محافظات بعينها؟ سياده اللواء ممكن يرد لنا. والله انا هقول لحضرتك على حاجه. هي يمكن الملعب الرئيسي اللي احنا بنلعب عليه اللي هو المركز الدولي للبولينج للقوات المسلحه. القوات المسلحه عامله في معظم محافظات مصر مراكز البولينج، ولكن اكبر مركز هو اللي موجود هنا في القاهره، ده 24 خط. بالاضافه لكده في بعض المراكز اللي في شرم الشيخ واحد اعتقد، في طبعا في الغردقه واحد، في الغردقه، في اسكندريه، في الاقصر، في اسوان، في المنيا، يعني في معظم المحافظات. في بورسعيد في 2 خط في بورسعيد، في المنصوره ما فيش، طنطا ما فيش، كل دول دي لسه. ولكن والله جامعه المنصوره جت وخدت مننا الرسوم على اساس انها عايزه تنشئ ملعب بولينج عندها. في بعض المستثمرين كانوا عايزين يعملوا برضو مركز للبولينج في طنطا. يعني العمليه ماشيه طبعا. هي يعني عايزين انتشار اكتر يا سياده اللواء، عايزين انتشار اكتر لهذه الرياضه. هي محتاجه، وانا مع حضرتك ان هي محتاجه انتشار اكبر. الانتشار الاكبر يجي ان شاء الله من مشاركه الانديه الكبيره اللي موجوده عندنا في مصر في تنشيط اللعبه، وان اللعبه دي تبقى مسجله عندهم. واحنا مش طالبين منهم اكتر من حاجه واحده فقط لا غير، يجيب لي اسامي لعيبه واحنا هندربهم بالمجان، وبعد كده ينزلوا يمثلوه هو باسمه. انا مش طالب منه اي امكانيات اكتر من كده. هو يوفر لي لعيبه في حدود سن 16 سنه، بحيث ان هو الراجل دوت ممكن يقعد 2 سنين لغايه لما يجيد اللعبه، وهيمثل الفرقه دي باسمه. انا مش طالب منه اكتر من كده.
تمام. طيب دكتور احمد، المركز اللي موجود في شرم الشيخ او في الغردقه، هو سؤالي له علاقه بسؤال هساله تاني مهم، او هنفكر بفكره ممكن نفكر فيها مع بعض دلوقتي واحنا قاعدين. مركز دولي يعني معتمد طبقا للمواصفات القياسيه ولا لا؟ ايهما يعني، اي واحد منهم؟ لا، هو المركز الدولي اللي بيتيح لك ان انت تشارك في البطولات الدوليه او تستضيف بطولات دوليه تنظمها في مصر هو المركز الدولي للبولينج، لانه 24 لين. اما المراكز الاخرى فدي مراكز خاصه سواء اللي في الغردقه او في شرم الشيخ. لكن الغرض انا عايز استغل الحته دي. الغرض من سؤالي حاجه، انا بفكر في ان يكون في بطوله دوليه وديه يتم الاتفاق مع مجموعه من الرعاه يرعوا هذه البطوله، ويتم الاتفاق مع اشهر وافضل اللاعبين اللي موجودين في البولينج على مستوى العالم، ويكون ده تحت رعايه اي محافظه من المحافظات اللي هتقام فيها. هو ده وده يعمل نوع من الانتشار والجذب. بطوله وديه ما يعني نعملها بطوله مفتوحه، هي بتبقى بطوله مفتوحه. بطولات البولينج بتبقى بطولات مفتوحه. ويمكن انا بناشد تاني مره سياده اللواء احمد ان احنا نعمل حاجه في شرم الشيخ او والله انا هقول عايزين وعد بعد الامتحانات بقى. لو انا بصيت لي واحنا مستعدين نساعد في ده حتى من خلال النقل الاعلامي او البث التلفزيوني. في شرم الشيخ في عندنا صاله موجوده هناك، في صاله 6 لين وفي صاله 8 خطوط. في عندنا هنا في المركز الدولي 24 خط مستوى. فطبعا ال 24 خط دوت بيتيح لك في البطولات المفتوحه انك انت تقدر تجيب اكتر من عدد اللعيبه بيوصل ل استغلال منطقه سياحيه يعني. هو يقصد السياحه الرياضيه ممكن ليها احنا كنا بنفكر في حاجه تانية. احنا كنا بنفكر في توقيت من التوقيتات ان احنا بطوله سينا نبتديها هنا في مصر، التصفيات بتاعتها النهائيات نروح مثلا نلعبها في العريش، في العريش مركز 6 خطوط، نلعب النهائيات بتاعتها مثلا في شرم الشيخ او في الغردقه. يعني كنا بنفكر في ان احنا نعمل البطوله باكتر من شكل، وتبقى فيها عمليه تشويق وتدي جذب اكبر. ان شاء الله احنا يعني بس الامور تهدى بعد الامتحانات ونشوف ان شاء الله نفكر ان احنا نعمل بطوله في الغردقه. ممكن يا فندم تكون تحت اسم حتى الثوره، ثوره الشباب الجميله، ثوره 25 يناير، واعتقد الناس كتير جدا عندها استعداد انها تيجي حتى لمجرد المتابعه ومشاهده هذه البطوله من داخل الارض المصريه. والله يمكن احنا لما حطينا في الاجنده بتاعتنا ان احنا ناجل بطوله دوره اسيا للشباب، خليناها اعتبارا 1/2 تبقى يعني حاجه كويسه انها تكون بمناسبه الاحتفال بالسنه الاولى لثوره 25 يناير. جميل. انها تكون في اعقابها مباشره. الحاجه الثانيه طبعا يعني احنا هي عمليه تنظيم بطوله هي محتاجه. عايز استغل بقى واكمل مع سياده اللواء احمد الحقيقه في الحته دي، واوجه يعني رساله شكر وتقدير للقوات المسلحه المصريه برئاسه سياده المشير حسين طنطاوي الحقيقه، لان هو كان اوامره اللي هو انشانا المركز الدولي للبولينج، انشانا مراكز البولينج في معظم محافظات الجمهوريه. احنا مش عارفين نشكرهم على ايه ولا ايه. دي حقيقه وده يعني حقهم. والله العظيم بجد يعني القوات المسلحه كلنا زي ما بنقول مؤسسه رائده في المجتمع. دي حقيقه. دكتور احمد معالي بعد اذنك برضه في سؤال ليه البعض بيرى ان هذه الرياضه بالتحديد رياضه لفئه معينه وهي رياضه لفئه المرفهين. في البعض بيتهم هذه الرياضه، يعني انا بقول لحضرتك الاقاويل اللي البعض بيقولها. عايز اعرف برضه رد من حضرتك على انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يمكن عملنا دراسات في الموضوع ده. رياضه البولينج هي سبورتس فور اول، ممكن تبقى رياضه للجميع، ممكن اعمار مختلفه تشارك فيها، ممكن تلاقي الجد والاب صحيح ملهاش سن لكن لما بنيجي بقى نتفرد ونصل الى الرياضه القميه او الرياضه التنافسيه بتبقى رياضه بقى تحتاجي فيها لياقه بدنيه عاليه، تحتاجي فيها اعداد نفسي راقي جدا. يمكن انا كل في البطولات بعلق وبوضح ايه هي الصفات البدنيه. عملنا جوب اناليسيس، تحليل عمل او تحليل اداء للاعب، بيحتاج صفات بدنيه لانه بيتعامل مع كوره والثقه الخارجي ومسافه كبيره، يمكن 24 متر بيرمي عشان يصيب الهدف. فبتحتاج لياقه بدنيه، بتحتاج اعداد مهاري، بتحتاج اعداد خططي. ويمكن احنا كنا حريصين في الفتره الاخيره ان احنا نستعين بعميد كليه التربيه الرياضيه في جامعه الازهر، وده متخصص في علم النفس عشان يبتدي يتعامل مع اللاعبين سيكولوجي فيقدروا يحققوا ويصيبوا الاهداف ويحققوا نتائج. دكتور احمد عفيفي نورتنا وشرفتنا في هذه الفقره، بنتمنى ليكم التوفيق ان شاء الله في الفترات القادمه ان شاء الله. شكرا لحضرتك سياده اللواء احمد نصر، شكرا ونورتنا. شكرا جدا. شكرا ليكم اعزائي المشاهدين. بعد الفاصل او بعد الكليب اللي هتشوفوه ده
هنلتقي مع الاستاذ جمال مكاوي الناقد الرياضي بجريده الجمهوريه.